السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة هراجع معاك منهج شهر مارس وأهم الأسئلة المتوقعة اللي هتيجي في الامتحان إن شاء الله. أنا جايب لك الوحدة التاسعة والوحدة العاشرة تيست كده هنتدرب عليه. السؤال الأولاني listen and write true or false، استمع واكتب صح أو خطأ. طبعا في الغالب مش هيجيلك في شهر مارس السؤال ده، لأنه هو عايز يقيمك تقييم على حسب القرارات من وزارة التربية والتعليم إنه يكون امتحان قصير في شهر مارس. طبعا أنا جايب لك سؤال زي مواصفات نص السنة وآخر العام إن شاء الله. برضو كده هنتدرب برضو عليه عشان نعرف هو بيتحل بقى إزاي، عشان كده فاضل شهر إن شاء الله على الامتحان. نبدأ بإذن الله. السؤال طبعا زي ما بقول لك listen and write true or false، استمع واكتب صح او خطأ. هنقرأ كويس وتسمع كويس مني، واللي تلاقيه موجود تعمل عليه true صح، واللي مش موجود تعمل عليه خطأ. Number 1 they saw a big dog. they saw a big dog. هل الجملة موجودة؟ طبعا موجودة، فانت هتعمل عليها ايه؟ صح. Number 2 they were at home. they were at home، طبعا هنا مش موجود home، يبقى هنعمل X. طبعا في طلبة بتقول لي طب ما نكتب true نكتب false، عادي مفيش مشكلة، يا اما تكتب T او F او تعمل صح او غلط مفيش مشكلة. Number 3 the bird wanted food. the bird wanted food، طبعا هنا مكتوب money، يبقى هنا false برضه. Number 4 the bird wanted food and drink. the bird wanted food and drink، طبعا نفس الجملة أنا بقولها. طيب السؤال ده طبعا لو جالك في الامتحان إن شاء الله في آخر العام هو بيبقى عليه 4 ماركس 4 درجات. بتسمعه له تاني، بتسمع كويس المستر كويس وبتركز في اللي بتقوله، يعني هو بيقول لك الكلام إيه اللي موجود، سمعته بتكتب إيه true، طبعا قال حاجة تاني بتكتب false. ده السؤال الأول. السؤال التاني choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من الحروف A, B, C or D. Number 1 information is missing in your invitation. هنا ده question، سؤال بيقول لي المعلومة مفقودة في دعوتك، يبقى أنا عايز ما المعلومة اللي هي مفقودة في العزومة أو دعوتك. هل كلمة ماذا؟ هاو، يبقى إيه؟ أنا هجيب لك كده، نخلي بالنا عشان أنا كده هجيب اختياري. هاو كيف، وير أين، وات ماذا، هو من، يبقى اسمها ما المعلومة المفقودة، فكلمة ما أو ماذا اسمها وات. طيب نشوف السؤال التاني. بلايرز اللاعبون رن يجرون نقط ذا تشيرز. الكراسي in musical chairs، في لعبة الكراسي الموسيقية، يبقى يلعبون أو يجرون حول run in لا، ولا run on، طبعا قلنا هنا على الراوند حول under تحت، يبقى انت هتجري حول الكراسي في لعبة الكراسي الموسيقية، يبقى run around. run around. Number 3 beans الفول or served يقدم with lots of، بكثيرا من نقط and garlic وتوم. طيب انا عايز كلمة زيت، water معناها مية، honey عسل، juice عصير، oil زيت، يبقى دي الكلمة الايه المطلوبة، يبقى beans الفول or served with lots of oil and garlic. Number 4 my friend صديقي and I نقط in the park في الحديقة. لاحظ ان my friend and I هنا بقى بلورال جمع. طيب في طالب هيجي يقول لي اي بتاخد ام، ايوه بتاخد بس ما تبقى موجوده لوحديها، وماي فريند هنا بتاخد از او ووز اما تكون لوحديها، بس الاتنين دول جمع. طيب اي واحده من دول بتعبر عن الجمع. ام بتيجي مع اي لوحديها، ووز بتيجي مع ماي فريند لوحديها، وير بتيجي مع الجمع، واز بتيجي مع ماي فريند. يبقى انا عايز هنا البلورال الجمع، يبقى صديقي وانا كنا in the park في الحديقة. سؤال نمبر 3 read and complete the text with the words in the box.
اقرأ وأكمل النص بالكلمات من الإطار. أول حاجة نعملها نترجم الكلمات اللي فوق دي، وتخلي بالك معايا. فيموس مشهور، كلوز ملابس، ما اسمهاش كلوز اسمها كلوز، وندرفول رائع، سلو بطيء. تاني، فيموس مشهور، كلوز ملابس، وندرفول رائع، سلو معناها بطيء. أول حاجة لازم تعرفها إن دول 3 خانات، يبقى بتجيب الكلمة المناسبة وبتقرأ الجملة كويس من أول النقطة لغاية النقطة، من الفلوستوب لغاية الفلوستوب، عشان تعرف الجملة مطلوبة منك إيه. طيب، مطلوب منك 3 كلمات وفي كلمة زيادة من فوق. نقرأ: We have a great culture in Egypt. نحن لدينا ثقافة عظيمة في مصر. We have a lot of traditional things. نحن لدينا كثيرا من الأشياء التقليدية. like هنا مش معناه يحب، معناه مثل، فود الطعام، وسبيشال وإيه بقى اللي بيميزنا؟ أيوة، كلوز الملابس، ملابس خاصة. يبقى هنكتب كده CLOTHES، يبقى هنا كلوز ملابس، ونعمل عليها علامة مايلة علشان نعرف ان احنا اخترناه ما نختارهاش تاني. طيب، and festivals مهرجانات. هنبدأ بقى الجملة التانية، بدأ من our food واخر علامة تعجب اهو في السطر الثالث. our food طعامنا كان بي من الممكن described يتم وصفه with one word بكلمة واحدة. لما تلاقي الأكل حلو بتقول إيه؟ ده روعة. فين كلمة رائع؟ هل فيموس ولا وندرفول ولا سلو؟ لا، هي كلمة وندرفول. يبقى هنكتبها هنا اهي، وندر اهي، WONDERFUL. طيب، بعديها maybe ربما the most نقط الأشهر هو الفول الملمس. فين كلمة أشهر أو مشهور؟ يبقى famous، يبقى كلمة famous أهو هنجيبها هنا famous FAMOUS. طيب، ونعمل عليها علامة مايلة. طيب، كده عملنا السؤال بتاع أكمل الفراغات، ده السؤال الثالث. تعال للسؤال الرابع، read and match، اقرأ ووصل ما بين ال A وال B. طيب، عندك 4 أسئلة أو 4 جمل وفيهم ممكن سؤال، ورقم B من الناحية التانية اللي هتوصل بيها فيه هنا 5، يبقى في واحدة برضو زيادة من هناك. طيب، what are ماذا، و it's very painful to من المؤلم جدا كذا، ويسو رأينا، ويشود يجب علينا بي براود ان احنا نكون فخورين بكذا. طيب، what are هتلاحظ ان what ده سؤال. هل في سؤال هنا؟ طبعا اهو سؤال، يبقى انت هتعمل لي هنا ايه؟ هتعمل لي هنا انها خدت what are the children doing، خدت C اهو. طيب، نمبر 2 it's very painful to من المؤلم جدا ان انت تؤذي رجلك your leg hurt your leg، يبقى هنا دي. طيب، تعال نشوف نمبر 3 we saw رأينا ايه بقى؟ كده تعالى كده عشان اقول لك احنا حلينا ايه. حلينا هنا سي اهي، هجيبها هنا، حلينا هنا سي، حلينا دي عشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لك اهو اهي. طيب، ويسو رأينا ايه؟ اوف اور بيرنس، لا ما تنفعش ويسو اوف، ولا ويسو ا بيج كولرفول بيرد، ولا ويسو اند فلو اواي. لا، الانسب هنا ونحن رأينا طائر كبير ملون، يبقى هنا بي. يبقى هنا هنعمل ايه؟ حرف البي، ونعمل هنا شرطة ان احنا اخترناه. طيب، تعالى كده نشوف نمبر 4 we should بي يجب علينا ان نكون فخورين بوالدينا براود اوف. لو انت لاحظت انها اسمها براود ايه؟ براود اوف، يبقى دي ايه، وهنا هنعمل علامة مايلة على الاي. يبقى كده الاي ما جاتش معانا، يبقى كده عرفنا ال4 خانات اتحلت ب4 وفي واحدة زيادة مش هتتحل. طيب، تعال نشوف السؤال اللي بعده. انا عندي سؤال قطعة read the text، اقرأ النص and answer the questions، واجب على الاسئلة. طبعا ما فيش حد يتخض من القطعة، عندك كله مكتوب فوق. ممكن يجي لك سؤال في
ما يميز الانجليزي ان انا ما عنديش اعراب غير اللغة العربية. تعالى نقرأ بقى القطعة كده كويس ونحل عليها. عندي سؤالين اختياري وسؤالين مباشرين اجاوب عليهم. We prepare، نحن نجهز our class sports day، لليوم الرياضي في فصلنا in the school yard، في فناء المدرسة every year، كل عام. It happens، هو يحدث on the last day، في اليوم اللي قبله of the second term، من الترم الثاني. We wear، نحن نرتدي تيشيرتات and shorts وشورت. We prepare، نحن نعد ونجهز many kinds، أنواع مختلفة أو أنواع عديدة of food، من الأطعمة and cakes، والكيكة. There are، يوجد lots of games، يوجد كثيرا من الألعاب and we have fun، ونستمتع. تعال نشوف كده السؤال الأولين ونختار عليه. They prepare، هم بيجهزوا class sports day، لليوم الرياضي in the school. ركز معايا على class sports اهي، class sports day in the school. ايه بقى school؟ بعديها نقط اهي school، ادي اهو school yard. يبقى انا هختار هنا اهو، اعمل لك الخانة بتاعت الاختيارات. جهزت لك خانة الاختيارات اهو. يبقى انا سكول ايه يا جماعة؟ في فناء المدرسة، يبقى سكول يارد. طيب تعال نشوف السؤال التاني اختياري برضو. there are lots of نقط in class sports day. there are فين بقى there are؟ اهي there are lots of، يوجد بقى ايه؟ games. طيب هل هي مكتوبة lots of books ولا animals ولا colors ولا games؟ هي موجود games في القطعة فوق. طيب في السؤال الثالث سؤال مباشر ولازم تعرف أداة الاستفهام معناها ايه. answer the following questions، اجب على الأسئلة من القطعة. وين متى، لازم تعرف أداة الاستفهام معناها ايه. طيب ركز بقى معايا كده اهو، جهزت لك ان احنا عن ايه هنكتب وين متى. when is class sports day. طيب اهو class sports day in the schoolyard every year. يبقى انت هتكتب ايه هنا؟ هتكتب متى، هنكتب every اهي every year، كل عام. تمشي مع الكلام كده كده. خلصنا السؤال، عرفت التوقيت، ايوه every year. عايز تكتب الاجابه كلها اكتبها من اول we prepare لغايه every year. طيب بس اهم حاجه كلمه every year. نمبر 4 what do people، ماذا الناس wear يرتدون in class sports day. ركز على كلمه wear يرتدون. طيب بيلبسوا ايه بقى؟ اهي كلمه wear اهي. يبقى انا هختار من اول كلمه shorts and shorts، او ممكن تكتب من اول we لغايه كلمه shorts، يبقى او زي، لان البيبول هنا هتنزل زي. يبقى الشورتس دي اهم اجابه عندي. ادي تي اهو، لازم اعملها كابيتال SHIRTS and AND. وايه تاني بيلبسوا ايه؟ شورتز SHORTS. كده خلصنا السؤال الخامس اللي هو القطعة. سهل جدا مفيش اي صعوبة فيه. تعال نشوف السؤال بتاع الري اوردر. اعد ترتيب الكلمات. reorder the words to make correct sentences. اعد ترتيب الكلمات لتكوين جملا صحيحة. طبعا سواء كانت جملة بترتبها او سؤال، ده كله بيجي من الوحدة اللي المفروض تعرف الجمل اللي موجودة فيها والاسئلة. طيب نمبر 1، عشان تعمل سؤال بتجيب أداة الاستفهام وبعد كده الفعل المساعد وبعد كده الفعل وبعد كده الفعل تاني. هقول لك عليها تاني. بتجيب لي كوتشن وورد اللي هو أداة استفهام، وهيلبنج فيرب الفعل المساعد سواء what do what does what is what was what were what will what should، كل ده دي أداة استفهام وبعديها الفعل المساعد وبعدين الفاعل بقى ده father mother children boys girls، وبعد كده الفيرب بيجي بعد الفعل على طول. تعالى كده نكتب ماذا الأطفال سمعوا. طيب ماذا، طبعا حاطط لك تحتها هنا اندرلاين خط. ادي وات في الفعل المساعد did، اهو ما انا بقول لك اهو what did what do كده. تعمل تسيب مسافة بين الكلمة والكلمة. what did فين بقى الفعل؟ the children اهو خلصتها لك. hear ماذا سمعوا HEAR، ونعمل
كويتشن مارك هنا على سهم لان هي ايه. طيب المهم ان انت رتبتها كده خلاص تمام. طيب تعالى كده نخش على نمبر 2. هنا بيقول having زي بيكنيك وير، هم كانوا يقضون نزهة. هم كانوا يقضون او يقومون بنزهة. اول حاجة زي دي كابيتال كده HEY. هم كانوا فين كلمة كانوا؟ وير WERE. طبعا وير دي البلورال الجمع بتاع كلمة ووز. هم كانوا يقضون. في قاعدة كده بتقول لك ايه؟ ووز ووير فعل ان جي. هم كانوا يقضون ادي الفعل ان جي having HAVING مسافة ونكتب بيكنيك نزهة. بيكنيك نزهة اهي والجملة كده خلصت. تعالى كده نشوف نمبر 3. هنا نمبر 3 بيقول سي وي وأور ويوز وأيز تو. طيب نحن نستخدم عيوننا لكي نرى بها. أيوة هتبدأ بوي. نحن نستخدم يوز USE يبقى هنا فاعل ادي سبجكت وبعد كده الفعل. نحن نستخدم عيوننا في ملكية our OUR فين عينينا eyes EYES الجمع بالورال تو لكي نرى SEE. كده انا خلصت لك السؤال السادس. ادي جبنا كده 3. كان الاولى كده عملناها كسؤال والتاني والتالت كانوا جملة. طيب تعالى للسؤال الجميل اللي هو البانكجويت ذا فولوينج. ضع علامات الترقيم. طيب ده اول حرف لازم تكتبه كابيتال، قبلك اسم تكتبه كابيتال، اللغات بتكتب كابيتال، ايام الاسبوع، الشهور، عندك كلمة اي الضمير اي لازم يكتب كابيتال في اي حتة، المختصرات زي كلمة CD TV كده، مستر الام في الاول تبقى كابيتال وبعد كده الار سمول، دكتور ممكن تكتب DR الدي كابيتال وبعد كده ار سمول. وتخلي بالك لو كانت جملة بتعمل فول ستوب وبتبان من الجملة الأولى. يعني هنا بيقول لي ذا بيرد الطائر، هل ده سؤال؟ لا طبعا. طبعا الكويتشن بيتعرف من أدوات الاستفهام بتاعته وات وير أين وإن متى هو. لو جالك فعل مساعد في أول الكلام بتعتبر هل زي أم إز آر، ويل هل سوف، وشد هل يجب. يعني كل ده إن شاء الله برضو هنتدرب برضو عليه. تعالى كده نشوف إحنا هنعمل إيه. أول حرف في الكلام ده فيرست ليتر از كابيتال، لازم تكتب لي التي كده كابيتال اهو. في طبعا طلبه متعودين ان هم يكتبوا بس الحرف وخلاص والنقطه في الاخر او كويتشن مارك، بس انا هكتبها لك كلها. ادي بيرد هتكتب زي ما هي سمول، شوك SHOOK عاديه سمول برضو، اتس اهي، اتس فيثر اللي هو الريش بتاع الطائر اهو FEATHERS. طيب احنا كده عملنا التي كابيتال، كده فاضل ايه؟ الفول ستوب. طيب كده ده ضع علامات الترقيم اللي هو البانكوتشويت ذا فولوينج. تعال نشوف السؤال اللي بعده اللي هو اخر سؤال. رايت باراجراف اوف 24. هتكتب فقرة إنشائية مكونة من 24 كلمة using the following guided elements. طبعا في كلمات كده هتساعدك مش قوي يعني، بس في الغالب هتكتب من عندك. طيب هنا كاتب لي لازم تعرف العنوان بيتكلم ايه. musical chairs اللي هو الكراسي الموسيقية. كاتب لي هنا أسئلة ممكن تجاوب عليها. how to play كيف تلعب هذه اللعبة، والسؤال الثاني where can players run وأين يستطيع اللاعبون أن يجروا. طيب الغالب بص انا عايزك بقى ركز معايا ما تحفظش باراجراف نهائي. هنا تجيب بقى كلام من دماغك كده وركز معايا في اللي انا هقوله. انا عايز الباراجراف بالنسبه لك يبقى سهل خالص جدا. ذاتس ايزي. دي لعبه. اول جمله اهو قول اي اهي، اي لايك انا بحب جيمز الالعاب. انا بحب الايه؟ هي مش لعبه اللي قدامك دي؟ بحب جيمز الالعاب. طيب فول ستوب. تعالى لايه حاجه تاني، هتقول لي اي تاني، اي لايك وتكتب لي في العنوان ده انا بحب الميوزيكال ايه تشيرز
اهو MUSICAL اهي، وبعد كده تشيرز CHAIRS الجمع طبعا، ونعمل فول ستوب. يبقى كل جمله تجيب لي جمل قصيره وما تطولش فيها علشان ما تغلطش في الجمل او الجرامر. طيب انا كده بحب الالعاب، انا بحب لعبه الكراسي الموسيقيه. طيب بنلعبها بقى ازاي؟ بنلعبها هقول لك اهو. يبقى this game اهو، this game هذه اللعبة مثلا need تحتاج، او needs اهي، needs تحتاج تحتاج الى ايه؟ تحتاج مكان واسع، a wide place. محتاجة ايه؟ مكان واسع. place PLACE. طيب فول ستوب. طيب بنلعبها ازاي؟ المفروض بنجري حوالين كرسي، يبقى هنعمل we run بنجري around حوالين الايه؟ التشيرز الكراسي CHAIRS الجمع. طيب وهنا تدخل بقى بعديها كده ومدحلف اللعبة وما تكترش فيها وتقعد توصفها وصف اللي هو بالتفصيل. لا، زي ما انا بقول لك كده، انا بحب الالعاب، بحب الميوزيكال تشيرز. this game needs محتاجة a wide place مكان واسع. تقول لي ويرن احنا بنجري حوالين الكراسي. وبعد كده تكتب لي هتقول لي it's IT' اللعبة دي it's nice هي جميلة. فول ستوب. هتكتب it's تاني IT' it's انها مثلا good هي جيدة، يعني بتفضل تمدح فيها كده. it's لو عايز تكتب it's تاني IT' it's ايه تاني؟ wonderful رائعة. wonderful رائعة. انا كده عملت لك اهو باراجراف اهو جميل، مفيش حاجة صعبة فيها خالص. انا جبت لك بحب كذا، جبتها كده على هيئة جملتين. this game needs محتاجة مكان واسع، بنجري حوالين الكراسي، اللعبة جميلة، اللعبة جيدة، اللعبة رائعة. طيب وهنقفل خلي بالك كده بفول ستوب. كده خلصنا يونت 9. وانتظروني ان شاء الله في حلقة اخرى. هعمل لك امتحان برضو وادربك على الوحدة 10، واشوفكم في حلقات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.